أنا زعلان من التصرف، بس أنت ابن حبيبي وأنتِ بنت حبيبتي اللي ما أقدرش أستغنى عنها. دي الرسالة اللي لازم توصل لأولادنا لمّا يغلطوا ويقعوا في الغلط، حسسهم إن أنت بتحبهم، وإن أنت زعلان من تصرفهم مش زعلان منهم هم شخصيًا. طبيعي إن هم يغلطوا، وطبيعي إن يبقى في أخطاء في حياتهم، ولكن اللي مش طبيعي إن مع كل غلط بيغلطه أنت بتهدد أمانه، بتهدد قبوله عندك، بين له إن أنت بتحبه بس بتكره التصرف دوّة، هو حبيبك وهي حبيبتك بس بتكره التصرف دوّة. النقطة دي مهمة جدًا إنها توصل لأولادنا، لما يغلط أول حاجة تفكر فيها إنه بخير وبأمان، أول حاجة تفكر فيها العلاقة اللي ما بينكم أكتر من اللوم والتوبيخ إن أنت توقّعه عليهم. عشان كده لو عملنا الأمور ديّة هتتغيّر العلاقة ما بينكم وما بين أولادكم جدًا، من علاقة خوف لعلاقة أمان، من إنه يداري عنّك ويخبّي لإنه يقرّب منّك ويحكي، وفي نفس الوقت هيحس بالاستقرار والأمان العاطفي عندك، وده هيفرق في شخصيته. أشوفكم بكرة مع احتياج جديد. السلام عليكم.